قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما جديد الأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. ستعرف قضية التأشيرات الفرنسية انفراجا بحول الله بعد أن أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطأ التأشيرات التي بات من الصعب جدا الحصول عليها من طرف المغاربة بالتحديد بعد الاضطرابات الأخيرة التي عرفتها العلاقات المغربية الفرنسية. وقد قال كريستون لوكورتي سفير فرنسا بالمغرب أن علاقة البلدين ينبغي أن نحاول تجديدها وأن كل شيء سيحل وأن الأزمة تدعو إلى إعادة العلاج من أجل إرجاع الدفء. وجاء هذا في محاضرة للسفير الفرنسي عن علاقة المغرب وفرنسا اليوم الجمعة بالدار البيضاء. وأكد السفير الفرنسي أن مشكلة التأشيرات ستعرف انفراجا في الأيام القادمة وأن فرنسا مستعدة أن ترفع عدد التأشيرات بشكل كبير وملحوظ. هذا ما استبشره خيرا عدد من الشباب المغاربة وخصوصا الطلبة. وذكر أيضا أن المملكة تغيرت للأحسن في العقدين الأخيرين وأن فرنسا خسرت معرفة المغرب، وهذا ما خلق جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه تملق من فرنسا محاولة بذلك ربح صفقات القطار السريع وعدة مشاريع عملاقة بالمغرب، فيما قال البعض أن اعتذار فرنسا ورئيسها غير مقبول شريطة اعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء. والله يحفظ